طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا أول درس من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الترم التاني، وهو نمو وتوزيع سكان قارة أفريقيا. عايزة أعرف عددهم قد إيه وموجودين فين، بيتركزوا فين. قال لي آخر إحصاء ليهم 2023 وصل عددهم 1.5 مليار نسمة، عدد كبير بيمثل خمس سكان العالم. طيب قال لي متوقع من 2050 يوصلوا ل2.4 مليار نسمة، عدد كبير. طيب كمان قال لي سكان قارة أفريقيا بيزيدوا كل 3 عقود. إيه هو العقد؟ 10 سنوات، يعني كل 30 سنة. قارات من حيث عدد السكان والمساحة. مين أولى القارات؟ قال لي دولة آسيا، قارة آسيا، وبعدها قارة أفريقيا. طيب أولى الدول الإفريقية من حيث عدد السكان مين؟ قال لي نيجيريا، بعدها تيجي أثيوبيا، بعدها تيجي مصر. طب ايه اسباب النمو السكاني في قارة افريقيا؟ اللي بيخلي عدد السكان يتغير؟ قال لي سببين: زيادة طبيعية وهجرة. الهجرة بتبقى زيادة غير طبيعية. ايه هي بقى الزيادة الطبيعية؟ قال لي طبعا زي ما خدته قبل كده، هي الفرق ما بين عدد المواليد وعدد الوفيات، بطرحهم من بعض. ممكن بنشيل العدد دي وبسميها معدل المواليد والوفيات. طب عدد المواليد، أولى الدول الأفريقية المرتفع في المواليد مين؟ قال لي النيجر، بالألف واللام، النيجر. أمال مين نيجيريا دي؟ نيجيريا دي كانت مرتفعة في السكان، في عدد سكان كتير، أولى الدول سكانا في أفريقيا. نفرق وما نتلخبطش. طب كده عدد المواليد في افريقيا مرتفع؟ قال لي بيساوي ضعف المعدل العالمي، عدد كبير. طب ايه اللي بيخلي ده زايد كده في افريقيا؟ قال لي زواج مبكر، انجاب، كثرة الانجاب، ضعف برامج تنظيم الأسرة. ده بالنسبة للمواليد. أما الوفيات في أفريقيا منخفضة. طب إيه سبب الانخفاض؟ قال لي بسبب انتشار الأمراض، وبسبب عدم الاهتمام، وفيات الأم والطفل، لأن مفيش اهتمام. أولى الدول الإفريقية اللي عندها معدل وفيات منخفض في أفريقيا هي دولة مين؟ قال لي أول دولة معايا هي نيجيريا، بعدها تشاد، بعدها تيجي ليسوتو. كده معدل الزيادة الطبيعية بعد أنا ما طرحت المواليد والوفيات من بعض هيبقى برضو لسه مرتفع. طيب أعلى الدول في الزيادة الطبيعية هي دولة الصومال، تيجي بعدها النيجر. يبقى النيجر عندي حاجتين: ليها معدل مواليد مرتفع، وعندي زيادة طبيعية عالية. كمان الزيادة كده الطبيعية في أفريقيا مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. بما تفسر لما يجيلك سؤال انخفاض الزيادة الطبيعية في أفريقيا في الفترة من 1970 ل 2023، قال لي بسبب اهتمام الدول الأفريقية والمنظمات الدولية بضبط النمو السكاني وتطوير النظم الصحية، واهتمام بصحة الأم والطفل. طيب يجيلك بعد كده ندخل على الهجرة. الهجرة عندي نوعين: خارجية وداخلية. الهجرة الداخلية مش هتكلم عنها لأن انتوا عارفينها قبل كده من محافظة لمحافظة. أما الخارجية عندي نوعين: هجرة وافدة إليا جايالي، وهجرة مغادرة سايبة البلد وطفشان. الهجرة الوافدة زي مين؟ اللي بتيجي عندي فين في أفريقيا جاذبة الوافدين هي جنوب أفريقيا بسبب التقدم اللي فيه. طب الهجرة المغادرة النازحة من أفريقيا بتروح فين؟ قال لي لأوروبا، أمريكا الشمالية، وكمان للخليج العربي. ليه بيروحوا الدول دي؟ بحثا عن فرص عمل، تعليم أفضل، حياة أفضل، كمان استقرار سياسي. ما عندهمش استقرار سياسي والحروب فبيهجروا. عندي كمان نوع من الهجرة، هجرة غير شرعية، يعني هجرة غير قانونية. ناس بتدخل البلد مفيش أوراق معاهم، معرفش حاجة عنهم، ممكن يرتكبوا لي جرائم. واحد الإقامة بتاعته خلصت فبيكسر وبيقع. ده كلها بتبقى هجرة غير شرعية. طيب الهجرة الغير شرعية دي أخطرها إيه على الناس؟ الناس أصلا اللي هم بيعملوا الهجرة دي نتائجها إيه؟ قال لي بيتعرضوا للغرق في البحر أو الاستغلال، وحرمانهم من حقوقهم في البلاد التي بيهاجروا إليهم لأنهم معهمش ورق. طب الهجرة الغير شرعية دي هتأثر على الدول ديت اللي هي زي أوروبا؟ قال لي أيوه هتأثر سلبا، لأن ممكن واحد زي ما قلت لكم يعمل جريمة وأنا معرفش حاجة عنه لأنه مش مسجل عندي على النظام اللي هو دخل البلد، فممكن يؤثر سلبا.
ايه بقى مصر عملت ايه عشان تحد من الهجرة غير الشرعية؟ قال لي عام 2016 عملت قانون اسمه مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. ايه مقترحاتك لحل الهجرة غير الشرعية في افريقيا؟ اوفر لهم فرص عمل واحسن مستوى المعيشة. طب ايه بما تفسر اهمية دراسة البيانات والاحصائيات؟ قال لي ده بيساعدني اللي أنا بضع خطط تنموية مناسبة للمجتمع لما أعرف عدد السكان بتاعه. ندخل بعد كده على توزيع السكان في أفريقيا، غير متساوي ما بين في القارات. بتختلف الكثافة من السكانية من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى. عندي 4 أنواع: كثافة سكانية مرتفعة، عدد سكان فيها كبير، وعندي كثافة سكانية متوسطة لا كبيرة قوي ولا منخفضة قوي، وعندي كثافة سكانية منخفضة يعني عدد سكان صغير، وعندي كثافة سكانية نادرة مفيش سكان. المناطق بقى اللي موجودة فيها الكثافة السكانية المرتفعة اللي موجودة فين؟ قال لي وادي النيل ودلتا في مصر والنيل الأزرق بالسودان. طب ليه هما المنطقتين دول فيهم كثافة أو عدد سكان عالية؟ قال لي بسبب التربة الخصبة والماء العذب. عندي كمان السواحل الجنوبية الغربية والشمالية، سواحل شمالية غربية، وكمان السواحل الجنوبية الشرقية. الاتنين دول بسبب اعتدال المناخ وبرضو التربة الخصبة والماء العذب، ده سبب ارتفاع فيها عدد السكان. أما مناطق الكثافة السكانية المتوسطة موجودة فين؟ قال لي مناطق استخراج المعادن والطاقة الأحفورية. الطاقة الأحفورية زي البترول والفحم، المعادن زي الحديد والذهب، دي فيها عدد سكان متوسط. عندي كمان بعض المناطق المرتفعة ذات المناخ المعتدل زي هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية. عندي كمان مناطق سكانية منخفضة زي موجود فيها السكان فين؟ قال لي في الرعي والزراعة. لا، الزراعة منخفضة ازاي؟ انا مش بتكلم الزراعة بتاعتنا، انا بتكلم مناطق الزراعة هي زي المناطق الحشائش السافانا والاستبس بالذات. دول احنا عرفنا اللي الناس اللي موجودة فيهم شالت الغابات وأقامت الزراعة، فعدد السكان بسيط. أما مناطق الكثافة السكانية النادرة موجودة في المناطق الصحراوية والمستنقعات. المستنقعات ليه نادرة؟ قال لي بسبب انتشار الأمراض فيه وقلة الأنشطة الاقتصادية. أما الصحراوية قلة المياه أو ندرتها. دي كلها عوامل أدت اللي هي اللي أنا ده عوامل توزيع السكان من مرتفعة المنخفضة المتوسطة لنادرة. عندي كمان حاجة مهمة قوي: أكثر الدول ازدحاما بالسكان أو اكتظاظا المدن. بقول المدن هي لاجوس في نيجيريا والقاهرة في مصر. نتائج بقى الضغط على الموارد والخدمات دي، نتائج عدد السكان الكتير ده بيضغط لي على الخدمات والموارد، وبالتالي بضطر لأضع خطط تنموية جديدة. طيب المشكلة السكانية في أفريقيا ليه حدثت أو موجودة ليه؟ قال لي بسبب سوء توزيع السكان زي ما احنا شفنا، مناطق مرتفعة منخفضة متوسطة، بسبب ارتفاع نسبة صغار السن. صغار السن دي فئة اللي أنا بعولها فمش منتجة. كمان زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع نمو الاقتصاد. طب ما العلاقة بين نسبة صغار السن والمشكلة السكانية؟ قال لي ارتفاع نسبة صغار السن أحد أسباب المشكلة السكانية، لأنها تحتاج إلى ماء وغذاء وخدمات صحية. طب إيه هي محاولات الدول الإفريقية لحل المشكلة السكانية؟ قالك عملوا رفع سن الزواج وإنشاء المشروعات الاقتصادية وإنشاء المدن الجديدة ووضع خطط لخفض الزيادة السكانية عن طريق تنظيم الأسرة. كمان دعم المرأة اجتماعيا. بدعمها اجتماعيا ازاي؟ قال لي بوفر فرص عمل ليها وبدعمها اقتصاديا. دي كلها عوامل أدت لمحاولات لحل المشكلة السكانية. كده درسنا انتهى، أتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا.